النادي الاهلي ضيع من ايده فوز سهل جدا 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 الشوط الاولاني بجد يعني. كهربا له كورتين ما يضيعوش نهائي، واحده وقف عليها والراجل وقع، يا تزقها تاني يا اما تحط وش رجلك في اي حته، ما انت شايف الجون يعني قليل، فانت عايز تعمل بليسنج ما يمشي على رجلك اليمين عشان تبقى الحساسيه مظبوطه على رجلك الشمال. دي واحده، والتانيه عملها له رضا سليم اللي هو كان قنبله الشوط الاولاني، وانا ما اعرفش هو غير ليه. كان نجم الفرقه الشوط الاولاني، يليه على طول قفشه، يليه بعد كده رامي ربيعه. الثلاثه دول كانوا احسن ثلاثه موجودين في فرقه النادي الاهلي الشوط الاولاني، وهم اللي عاملين شكل للنادي الاهلي، وهم اللي عاملين الخطوره، وهم اللي عاملين الاستحواذ، يعني كل حاجه حلوه كانوا هم اللي عاملينها. واحد في الحته الدفاعيه اللي هو رامي ربيعه قاطع ميه ونور، الثاني كان قفشه بيعمل اللي هو حته الاستحواذ، وبعدين عامل اسيست عالمي مع اسيست تاني، بس هو نتكلم على بتاع بيرسي تاو. وبعد كده رضا سليم ده اللي هو من احسن الصفقات اللي النادي الاهلي جابها خلال الفتره الاخيره دي، كلاعب محترف كلاعب محترف. المهم بدأت المباراة عادية جدا، ما فيش أي مشاكل على النادي الأهلي، ما شفناش الشناوي كتير غير في واحدة لخبطة وعدت من الديفنس رامي ربيعة وياسر إبراهيم، والراجل اللي راح وتولت منه ودخل في الشناوي. هي دي أخطر حاجة كانت بالنسبة على الشناوي الشوط الأولاني. طيب الشوط الأولاني رضا سليم انطلاقات، سرعات، كنترول، مهارة، بيرفع عينيه دايما، عامل كام كروس، يعني لو في حد بيلعب بدماغه كويس هيجيبها جوان. في واحده اللي هو عملها بالعرض، بس كان كهربا كان دخل جوه الجون، لو جاي من ورا كهربا وشايف الكوره كويس ممكن كان يجيبها جون سهل قوي يعني. طبعا الاهلي ضيع كام فرصه اللي هي بتاع كهربا، الفرصتين اللي عملها له رضا سليم واحده، والثانيه اللي هو رقص وحطها بليسنج فوق في السماء. بعد كده في واحده تانية البيرسي تاو ما تضيعش، اللي هو الاسيست بتاع دي اخطر فرصه بقى بتاع قفشه، عامل اسيست من خرم ابره زي ما بيقولوا، وراح بيرسي تاو ده اللي هو من اسوأ ماتشات بيرسي تاو بشوفها له النهارده يعني، ومفروض هو اللي كان يغير مش رضا سليم، لانك انت الماتش ده عايز سرعات، يبقى تنزل الناحيه الثانيه، تسيب كهربا زي ما هو وتنزل صلاح محسن الناحيه الثانيه، او حسين الشحات ورضا سليم زي ما هو، لان كان عامل جبهه ما حصلتش. التغييرات طبعا هنتكلم عليها في الشق الثاني من التحليل. طبعا النادي الاهلي مضيع، هنقول بتاعه بيرسي تاو فرصه اكيده، بعد كده رضا سليم جاب جون، بعد كده الاثنين بتوع كهربا، يعني كان كفيل يكسب 2-3 ويريح دماغنا الشوط الاولاني. كسب 1-0، انتهى الشوط الاولاني، نزل الشوط الثاني في تراخي. هنا بقى لازم بيقول لك دايما ان الشوط الاولاني بتاع اللعيبه حماس بقى طبعا ورغبه وجماهير وبتاع، وكل واحد عايز يقدم ما عنده. الشوط الثاني ده بيبقى بتاع المدربين بقى. بتاع المدربين ازاي؟ انت من وجهه نظر ان انت ما تقولهمش حاجه بين التايمين، نزلتهم عادي يلا يا رجاله احنا كسبانين 1-0 والكلام ده، لا لازم يتشدوا ينزلوا زي ما بداوا الشوط الاولاني، في حماس، في نديه، في التحامات كويسه عشان الفرقه. فوجئنا بتغير رهيب في الاداء، هوب سيمبيا تعادل، هوب جاب الجون الثاني. وهنا انا مش هصطاد للشناوي الاخطاء، بس عيب قوي لما انت تكون زي ما كل واحد يقول لك انت في حته تانية، انت في حته تانية، الجون التاني ده ما يخشش فيك في زاويتك ومن تحت ايدك. محدش يقول لي بقى زي ما هم المعلقين اللي هم منهم لله، اللي هم مبوظين الشناوي ومبوظين الكره في مصر، ان هم بيختلقوا له الاعذار. لا ده دي بتاعتك وفي زاويتك وتحت ايدك وبالطول ده وبالجسم ده. طب هتصدها امتى؟ مهما كانت جايه دانه، يعني دانت ايه؟ ده الراجل عاملها بدماغه، انت اللي واقف نايم، انت اللي واقف سرحان، انت اللي رايح بقى حاسس ان انت هتجيبها وهي كانت اسرع منك، فانت اللي تشيل الجون الثاني ده. الجون الاولاني اللي يشيله الديفنس، انما الجون الثاني انت اللي تشيله قلبا وقالبا، كورنر ومرفوعه والراجل رايح زي بتاعت عبد المنعم، بس دي في الضيقه، بتاعت عبد المنعم راحت في البعيده يعني محدش يسال عنها. فطبعا احنا عندنا هنا المطبلطيه، لا اصلي بسرعه اصلي، ومحدش جاب سيره تاني وايه، وعمالين بقى يقول لك ضربه الجزاء بتاع الكهرباء
يا عم ما انت مضيع 3 اجوان، ما تقول ال3 اجوان اللي مضيعهم كهربا وبيرسي تاو، ولو جم بقت النتيجه بقت 5 ومريح دماغك.